دي إلسي دي وولف، ممثلة أمريكية مشهورة جدا، وكانت بتكره بيتها لأقصى درجة، لحد ما جت في يوم ووقفت وقفة: أنا كارهة البيت ومش عايزة أعيش فيه. الست دي كانت مواليد 65، ووقت العفش كان كله شغل ستيل، شغل خشب تقيل وغامق وستاير وضلمة وألوان مش حلوة وكل الكلام الجميل ده. وقفت الوقفة دي وقالت: أنا مش هقدر أعيش في بيت بالشكل ده. وقعدت تدور على بيت تاني عشان تلاقي حاجة حلوة تقدر تعيش فيها، ما لقيتش. وقعدت مباحثاتها وقعدت تدور كتير. بصت قالت: ايه، لا انا كده لازم بقى انا اللي اغير الدنيا دي كلها. وقامت واقفة مختارة بيت من الصفر. بنت، عملت شبابيك واسعة كبيرة، استخدمت الألوان الفاتحة، لون أبيض، ستاير خفيفة خالص، أرضيات ناعمة. كل حاجة اتعملت عشان تخدم على الطبيعة. ووقفت بعد كده اعتزلت التمثيل واعتزلت المسرح وكرست حياتها للديكور. كانت بتقول إن الناس تستحق تعيش في بيوت أحلى من المنظر ده كله. واشتهرت وقتها شهرة غريبة، الناس كلها كانت بتجري وراها، كل الناس كانت عايزة تعيش في بيت مصمماه إلسي دي وولف. وبعد كده بدأت تتجه إن هي تنشر الثقافة بتاعتها دي في العالم كله. فلو أنت النهاردة عايش في بيت ألوانه فاتحة وفيه إنارة طبيعية حلوة وفرشه محطوط بشكل حلو وكويس ومتوزع تمام، يبقى لازم تشكر إلسي. واستنونا في فيديوهات جاية عشان نكلمكم عن ناس غيرت شكل العمارة والديكور في العالم.